كيكة الليمون الرائعة. كيكة الليمون من أحلى أنواع التورت والجاتوهات، تنفع لكل المناسبات. كيكة الليمون سهلة جدا. احنا عملنا في الفيديو السابق مع بعض كريمة الليمون اللذيذة. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نعمل كيكة اسفنجية هشة جدا. كيكة اسفنجية بدون محسن جل ب4 بيضات بس. أنا سلوى، اشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني عشان تشوفوا كل جديد في عالم التورت والجاتوهات. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. مقادير الكيكة الإسفنجية سهلة جدا. هنعمل المكونات السائلة للكيكة الإسفنجية. هي عبارة عن 30 مللي من عصير الليمون، عبارة عن عصير ليمونة واحدة بس تكون كبيرة شوية، وهحط معاهم بشر ليمونة واحدة، وهحط كمان 30 مللي زيت يعني نص فنجان. مجموع المكونات السائلة فنجان أو ربع كوباية من مجات الشاي العادية. هقول لكم فايدة المكونات السائلة للكيكة الإسفنجية دي ايه. ومعايا هنا 4 بيضات، فصلت الصفار عن البياض، وهخفق البياض بالمضرب اليدوي. هنخفق البياض شوية الأول، وهضيف 120 جرام من السكر يعني ما يعادل نص كوباية سكر. هنزل بالسكر على مراحل وانا بخفق عشان السكر يدوب كويس، وكمان عشان مدة الخفق تكون أسرع. مدة الخفق كلها 3 دقايق. لو ضفنا البيض كله مرة واحدة، يعني لو ضفنا البيض كامل من غير ما نفصل الصفار عن البياض، هتاخد من 7 ل10 دقايق خفق متواصل. لازم خفق البيض يكون متواصل، ما ينفعش نوقف المضرب ونرجع نضرب تاني، كده الاسبونج معايا مش هيكون ناجح. بياض البيض بقى شكله كريمي جدا. هنزل بصفار البيض عليهم، وهضيف معاهم الفانيليا. هخفق الصفار مع البياض لمدة دقيقة تقريبا، لحد ما اتأكد ان الصفار اندمج مع البياض تماما. هوقف خفق ومش هستخدم المضرب اليدوي تاني. هضيف عليهم 120 جرام دقيق ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هنخلهم الأول مع بعض، وهضيفهم على البيض على مرتين، ممكن نضيفهم على مرتين أو 3. نقلب من تحت لفوق بالراحة جدا عشان ما نخرجش كمية الهواء اللي دخلناها للبيض. نقلب بالراحة ونتأكد ان مفيش دقيق. مقادير الدقيق مظبوطة. لو كمية الدقيق زايدة شوية هتلاقي الخليط ده هبط بسرعة وانتي بتقلبي، وهيكون كمية قليلة جدا. فايدة المكونات السائلة بتخلي الكيك ما يهبطش ويبقى طري جدا بعد ما نقطع الكيك. الخليط السائل ده بيفرق في تماسك الكيك الإسفنجي، لازم نخلي بالنا من النقطة دي. هاخد معلقة من خليط الكيك واحطها على المكونات السائلة الأول، وهقلبهم مع بعض، وبعدين هحطها على خليط الكيك علشان ما اقلبش كتير في الكيك واخرج كمية كبيرة من الهواء. بس للأسف الجزء ده ما تصورش. أنا بس هقلب المكونات السائلة بالراحة على خليط الكيك وهحطه في صينية. الكمية دي تكفي لصينية مقاسي 20، هيبقى ارتفاعها حلو معايا. هحط من تحت ورقة زبدة عشان أعرف أخرجها بسهولة. هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. وده شكلها بعد ما خرجت، ارتفاعها حلو جدا. هسلكها من الحروف بالسكينة واخرجها بسهولة. هحطها على شبكة واشيل منها ورقة الزبدة واسيبها تبرد خالص. هقطعها على 3 طبقات. بصوا من جوه لونها فاتح قوي وطرية جدا. ارتفاع ال3 طبقات طلع معايا كويس جدا. الكيك الاسفنجي هش جدا وطري، مفيش احلى من كده، لازم تجربوها بجد. هاخد الطبقة اللي فوق وهحطها من تحت، وهحط خليط التسقية. خليط التسقية ده عبارة عن شربات خفيف أو نص كوباية مية، وهحط عليهم معلقتين سكر وأسقي بيهم الكيك عشان الكيك يفضل طري معايا. وهحط الكريمة عليهم. الكريمة دي عبارة عن كوباية من الحليب مدوبة معاهم معلقتين سكر، وهحط كوباية كريم شانتيه عليهم، ونخفقهم لحد ما الكريمة تكون متماسكة. هحط الكريمة في كيس، وده هيكون أسهل معايا ويختصر معايا وقت كبير. وهحط طبقة خفيفة من الكريمة على الكيك. هحط طبقة كريمة على الحرف على شكل دائري، ودي هتخلي شكل الحشو يبان شكله حلو جدا، وكمان هتظبط معايا شكل الحروف من على الكيك. يعني في الشكل النهائي شكل الكيك مش هيكون مايل من على الحروف، هيكون ارتفاعه شكله حلو جدا. هحط كريمة الليمون اللي عملناها في الفيديو اللي فات، هحطها برضو طبقة خفيفة، وحاول أسويها بالراحة. كريمة الليمون بيطلع شكلها حلو جدا وطعمها بجد لذيذ جدا. هحط الطبقة التانية من الكيكة، وهعمل نفس اللي عملته في الطبقة الأولى. الكيكة طرية جدا مش محتاجة معايا تسقية، بس هحط برضو خليط التسقية بشكل خفيف. هحط طبقة من الكريمة وأسويها، وبعدين هحط طبقة من كريمة الليمون، وما ننساش الكريمة اللي هنعملها من الحرف علشان شكل الحشو يبان.
وهحط الطبقة التالتة من الكيك. هحط طبقة كريمة خفيفة من على الحروف، وهحط الكريمة من فوق. هحط طبقة خفيفة. كل كمية الكريمة اللي استخدمنا كوباية بس من الكريم شانتيه، هتبقى حلوة معايا جدا. هسوي طبقة الكريمة من فوق ومن على الحروف بشكل خفيف جدا، مش لازم نكون مرتبينها قوي يعني. بعد ما نسويها كلها هعمل خطوط بالكريمة بالطول. نحاول نظبط ايدينا واحنا بنعملها، يكون الخط مظبوط شوية. انا مستخدمة هنا كيس تلاجة عادي من بتاع السندوتشات، وعملت فيه فتحة صغيرة قوي علشان تعمل معايا الكريمة بالشكل ده. هحط برضو كريمة الليمون بخطوط طولية ما بين الخطوط اللي انا عملتها بالكريمة، يبقى خط كريمة وخط كريمة ليمون، بيبقى شكلها حلو جدا. شكل جديد من التزيين، بسيط جدا وشكله حلو قوي. كريمة الليمون لونها حلو قوي. كريمة الليمون مع الكريمة العادية بيبقى طعمها حلو جدا. هظبط شكل الخطوط اللي على الجناب ممكن بسكينة، هي سهلة جدا. ممكن نزين الكيك من على الجناب بمكسرات. انا زينتها بحاجة بسيطة جدا بجوز هند. متحمص علشان تكون بسيطة وسهلة جدا وكمان اقتصادية. ممكن نحط الجوز هند على كذا مرحلة، اهم حاجة نضغط عليه بايدينا بيكون شكله احلى. كده الكيكة خلصت تماما معايا. ارتفاعها حلو جدا وشكلها تحفة، والطعم كمان احلى منهم بكتير، والطعم كمان لذيذ جدا. الكيكة طرية وهشة جدا. طبقات الحشو من كريمة الليمون شكلها حلو قوي ومدية طعم رائع. لو عجبكم الفيديو ياريت تدوسوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم اشعار بالوصفات الجديدة ان شاء الله.